تعليق تاريخي من كابتن محمد أبو تريكة بعد تعادل منتخبنا الوطني مع بوركينا فاسو 0-0 وضمان الصعود لكأس العالم بنسبة 99%، حيث علق تريكة وقال تصريح مهم جدا جدا، ولكن أتمنى من كل اللي هيسمع تصريح أبو تريكة إلهام يعمل لايك، أيوة اعمل لايك وشير للفيديو في كل مكان. تصريح هام جدا من تريكة، حيث قال تريكة: منتخبنا الوطني في الشوط الثاني أحسن من الشوط الأول، تغييرات الشوط الثاني من الثلاث تغييرات اللي في الآخر كمان، بالذات مصطفى محمد في 7 دقايق كان خطير مع منتخبنا الوطني. يا ريت كنا نبدأ زي ما فنشنا، وكان سهل قوي إن احنا ناخد الماتش ده ونكسب ونصعد من النهاردة، بس حصل خير. عندنا ماتشين إن شاء الله نقدر ناخد فيهم نقطة ونبقى صعدنا بشكل كبير. حابب اشكر مروان عطية، النهاردة بصراحة بقاله 3 شهور ما بيلعبش او اكتر وبيقدم مجهود بالشكل ده، شابو يا مروان. وباقي اللعيبة طبعا بنشكرهم على الاداء ده، واللي جاي احسن ان شاء الله. والنهاردة كمان تريزيجيه برضو عامل مجهود جبار، قام بدورين النهاردة من نص الملعب، هو اللي بينقلنا للنص الناحية التانية. في لعيبة النهاردة أدت بشكل كبير، كان نفسنا نكلل مجهودنا ان احنا نكسب، بس اللي جاي احسن ان شاء الله، ونفكر بقى في الاداء يبقى احسن الماتشات اللي جاية ان شاء الله.